السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده الفيديو مختلف، حبيت ان انا كده النهارده مش طبيخ بقى خالص، حبيت ان انا اقولك ازاي بمشي الشهر بتاعي. لو انت بتاخدي مصروفك بالشهر هقولك ازاي تمشي الشهر. طبعا دي مشتريات لحمه مفرومه وصدوق زي ما انتم شايفين، كبده كلاوي وقلوب. طبعا اكيد هشتري عليهم 2 كيلو لحمه طرنشات على مكعبات، يعني مثلا كيلو طرنشات وكيلو مكعبات. بس انا لسه دول ما اشتريتهمش. وهشتري لي مثلا فرختين على كيلو بانيه. مثلا في يوم هيبقى فيه سمك، هنشتري السمك طازه ونعمله. فالدنيا بتمشي كده. في ايام ممكن تمشي عدس بصاره، اكل ارداحي، حاجات شعبيه. مش كل يوم بناكل لحمه، ومش كل يوم بناكل فراخ، مش كل يوم بناكل سمك، بس احنا لازم يبقى بيتنا مثلا في الخير كده. لو جالك حد او انت عايزه تعملي حاجه لاولادك، بيبقى عندك حاجتك في بيتك. لو بالشهر احسن بكتير من مصروف اليوم، لان انا جربت مصروف اليوم ومصروف الشهر. مصروف الشهر اوفر واحسن بكتير، وبتعرفي تجيبي منه حاجات كتير تبقى متاحه في بيتك. فيلا بينا نشوف مع بعض كده انا هنا جايبه ايه. انا جايبه 5 كيلو من اللحمه المفرومه، فيهم 2 كيلو هطلعهم اطعام ان شاء الله. وانا سالت قالوا لي الاطعام ان انت بلغي عنه وعرفي غيرك، مش حرام، لان في ايه في القران بتقول ينفقون في السر والعلانيه. فاحنا لما نعمل اطعام نعرف غيرنا، علشان غيرنا يمكن يقلدنا، ويبقى احنا كده استفدنا ان احنا خلينا حد قلدنا في الثواب. فالحاجات اللي فيها ثوابات قولوا عنها، مش حرام. انا هنا عملت ايه بقى؟ قسمت كيلو زي ما انتم شايفين كده حوالين الصينيه 4/4. انا بقسم اللحمه المفرومه بتاعتي كده 4/4. والله جه عليا يوم احتجت الكيلو، احتجت النص كيلو، بطلع كيسين. احتجت الكيلو كامل بطلع ال4 اكياس. لو عندي حد مثلا وهعمل كيلو لحمه مفرومه كفته، او هعمله مثلا حواوشي، بطلع ال4 اكياس. بس انا بقسم الكيلو دايما 4 كده، 4/4. وماما اللي علمتني الطريقه دي، والطريقه دي بجد حلوه. هنا بقى انا بعمل ايه؟ انا معايا دي علبه الايس كريم، دي بتاخد 250 جرام. فانا بمسك الكيلو بقسمه بالكوبايه دي 4/4، وببتدي ان انا بطته في الكيس كده، وافرده زي ما انتم شايفين كده على الصينيه. بفرده بقى كده زي ما فرد ال4 اكياس دول، علشان ما ياخدش مساحه منك في الفريزر. ولو عندك جيب فريزر برضو بيبقى شكله حلو كده، وهو مرصوص وبيبقى منظم كده وحلو الجيب بتاعك. تمام. بقسم الكيلو على 4. والصدوق برضو هقسم برضو قدامكم كده، هقول لكم انا عملت ايه. طبعا الربع كيلو ده ممكن يمشي البيت، ممكن يجي عليك يوم الربع كيلو يمشي البيت. ممكن تعمليه كفته وتحطي تحتيه بطاطس، وتعملي صينيه بطاطس بالكفته. ممكن تعملي كوسه باللحمه المفرومه بالربع كيلو. ممكن تعملي صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. ممكن تعملي كفته رز. ممكن تعملي كفته عاديه وجنبه مكرونه بطاطس محمره بالربع كيلو. والله بالربع كيلو. وبيمشي والدنيا بتمشي وبتبقى زي الفل. انا عن نفسي بيجي عليا ايام كده، بيجي عليا يوم مثلا بعمل النص كيلو او الكيلو. في يوم بيجي عليا ممكن اعمل الربع كيلو. ما هي مش كل يوم هنعمل الحاجة بكترة يا جماعة، يعني في يوم ممكن يوم بيشيل يوم. يعني فاهميني؟ ممكن يوم يطب عليكي تشوفي تضطري تطلعي حاجات من خزين التلاجة مثلا، كذا حاجة. فلازم تمشي دنيتك، ولازم يبقى مثلا ايه، عارفة تديري بيتك ازاي. انا هنا قسمت كيلو نصين كده زي ما انتم شايفين، ده الكيسين دول ده كيلو، قسمته على نصين. وال2 كيلو التانيين بتوع الاطعام سبتهم زي ما هم، وهصور لك فيديو الاطعام ان شاء الله وشوفي انا عملت ايه. وال2 كيلو التانيين دول قسمتهم على 8، يعني 4/4. بصوا هنا 4 هم حوالين الصينية، وهنا في النص هم كيسين وكيسين. ادي كده دول 2 كيلو، يبقى معايا ال3 كيلو اللي انا هاخدهم لنفسي قسمتهم كيلو نصين، و2 كيلو قسمتهم ارباع. الصدوق قسمت نص كيلو على كيسين، والنص كيلو التاني سبته سليم علشان هعمله فيهم كده ايه، عيش في الفرن. والكبده سبت نص كيلو، لان انا كنت جايبه نص كيلو بس كبده، سبت النص كيلو زي ما هو، مش هناكله النهارده. اما الكلاوي انا كنت جايبه نص كيلو بس، خدت منه ربع كيلو. والقلوب انا كنت جايبه كيلو، خدت منه نص كيلو. هوريكي دلوقتي انا خدته ليه. يبقى كده دي التقسيمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. 3 كيلو اللحمه بتوعي انا قسمتهم، والصدوق انا قسمته اهو زي ما انتم شايفين، النص كيلو على كيسين، والنص كيلو التاني سايباه سليمه عشان نعمل عيش بلحمه. هنا ده اللي في البوله بتاعتي، ده هنا معايا نص كيلو من القلوب، لان انا قلت لكم انا جايبه كيلو. معايا نص كيلو، خدت عليه ربع كيلو من الكلاوي، وده هنحمره النهارده نتغدى انا وولادي وجوزي. وهنعمل جنبه بطاطس محمره وشويه سلطه وطحينه، واليوم هيمشي وزي الفل كده يا ست الكل. تمام.
وهنا زي ما قلت لك انا قسمت الكيلو ده عملته نصين. ليه؟ لان انا في يوم مقرره ان انا هعمل عيش في الفرن، فهطلع الكيس نص كيلو مع نص كيلو الصدوق اللي قصادك ده، وهعمل اليوم كده همشيه مثلا ان انا اعمل لهم عيش في الفرن، فهدلعهم اليوم ده، هطلع لهم نص كيلو لحمه ونص كيلو صدوق. تمام كده. في ايام ممكن تمشي البيت وتدير البيت بكيلو، في يوم تدير البيت بربع كيلو، على حسب حالتك الاقتصادية وظروفك. مش كل يوم يا جماعة هناكل لحمة، ومش كل يوم هناكل فراخ، ومش كل يوم هناكل سمك. في ايام هتبقى عدس، في ايام هتبقى فول، في ايام هتبقى بصارة. فنمشي دنيتنا كده ان شاء الله. يا رب اكون فدتك بالفيديو وان انا بعمل ايه، يا رب كده ان شاء الله تستفادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.